السلام عليكم. أنا عارف إن الكلام اللي هاقوله النهارده هيزعّل كتير ناس، يعني هيزعّل ناس كتير أوي، وخصوصًا الناس اللي هي عندها إحساس بالدونية وعندهم إحساس بإن الدنيا خربانة، وإن إحنا عندنا مصايب سودا، ده غير طبعًا اللجان ومثيري الفتنة والناس اللي هي كارهة نفسها وكارهة البلد وكارهة حياتها. كل دول هيشتموني النهارده وهيقلّوا أدبهم وحاجة لطيفة يعني، بس أنا مش فارق معايا. في أزمات في أزمات، واللي يقول غير كده يبقى كدّاب، وكل دولة في العالم فيها أزمات. أوروبا نفسها مظاهرات من فترات قريّبة كانوا بيصوّتوا عايزين يزيدوا الحد الأدنى للأجور، وبيقولوا مش عارفين نعيش ومش عارفين ناكل ومش عارفين نشرب ومش عارفين نصرف على عيالنا، كل الدنيا فيها كده. لكن أنا النهارده عايز أتكلّم عن الحدث التاريخي اللي هيحصل إن شاء الله بإذن الله بعد بُكرة. يوم السبت القادم، وهو افتتاح أكبر متحف في العالم، وحقيقي مش هزار، أكبر متحف في العالم، ومش كمساحة بس أو معمار أو بنيان هائل ضخم بس، لأ، إنه في أكتر من 100,000 قطعة أثرية نادرة. دي مصر، دي مصر. واللي يقعد بقى يقول لي طب وليه هو مش الناس الغلابة أولى، أقول له اتنيل، اتنيل. يعني شوف لك خراب اقعد فيها. الناس اللي هي غاوية القرف وتخش تحاول تبوظ أي حاجة حلوة للبلد، ده يتصرف عليه، يتصرف عليه مليار دولار. 17 سنة بيتبني المتحف ده وبيتجهز، والمتحف مش كمتحف بس، ده المنطقة كاملة، المنطقة كاملة بتتجهز، اتعمل لها طرق واتعمل لها كباري واتعمل لها أنفاق واتعمل لها مداخل ومخارج، وفي ناس في حواليها كانت، احنا عارفين منطقة نزلة السمان ومناطق حواليها كانت كشكل مش لطيف قوي. ناس خدت تعويضات، وفي اماكن اتمهدت واماكن اتغيرت واتبنى فنادق واتبنى ممشى سياحي واتبنى. احنا مش بنعمل متحف بس، احنا بنعمل منطقة كاملة متكاملة بكل خدماتها. المنطقة دي الكاملة دي بكل خدماتها بالمتحف استثماريا وسياحيا يجيب كل اللي اتصرف عليه في سنة واقل من سنة. ده اللي انتم مش مستوعبينه. احنا بنعمل حاجة للسنين القادمة، بنعمل حاجة زي ما بيقولوا كده لعيالنا وعيال عيالنا، زي المتحف المصري القديم اللي في التحرير، اللي ساعة لما اتبنى من 100 سنة ولا أكتر من 100 سنة، جاب تمنه لحد النهاردة 10,000 مرة، وبقى أثر ومكان حضاري جميل بيزين ميدان التحرير وسط البلد. تمام. زمان افتكر لما حسب قراءاتنا يعني تاريخيا، يعني لما اتبنى استاد القاهرة في مدينة نصر كانت صحراء، والناس كلها قالت ايه ده يا عم، ده انتوا مجانين يا جماعة، حد يبني استاد في صحراء؟ النهاردة اتفرجوا على الاستاد وحوالين الاستاد مفيش خرم إبرة، فاضي. فيعني سيبنا من الكلام ده. انا عايز اتكلم النهاردة عن، يعني مهما اتكلمنا في فيديوهات، انت محتاج على الاقل 10,000 فيديو، كل فيديو مدته سنة عشان تتكلم عن عظمة مصر وتاريخ مصر. مصر موجودة من قبل التاريخ، مصر اتوجدت واتوجد بعدها التاريخ. لازم حقك تفخر بانك مصري، حقك تفخر بحضارتك وبتاريخك وبعظمتك. آلاف السنين خيرك على الكوكب كله، خيرك على الكوكب كله. تاريخك أعظم تاريخ في الكوكب كله.
يجي بعديك بقى دول تانية، لكن انت مهد الحضارة زي ما بيقولوا. دولة ليها دواوين ووزارات وجيش وملك ومحافظات وتقسيم إداري و و و و وكتبة وحفظة ومدارس وجامعات. جامعة أتون عمرها 5000 سنة، أقدم جامعة في العالم، اللي جه اتدرب فيها ودرس فيها أرسطو وسقراط، درس فيها فلاسفة اليونان وكتبوا عنها، وتعلموا من الكهنة والمدرسين المصريين أسرار الكون وأسرار العلم في مصر. مش معنى ان احنا بقالنا كام سنة الدنيا مأزمة معانا فننسى، واللي حوالينا بيعايرونا او في ناس بتعايرنا بان احنا ظروفنا مكسرة الكام سنة اللي فاتت. 30-40 سنة ظروفنا مكسرة بسبب حروب وخراب وقرف شفناه، بسبب برضو اللي حوالينا. مش معنى كده ان احنا نسيب تاريخ آلاف السنين لما نكون اكتر من، يعني في اثر موجود او من ضمن الاثار اللي موجودة في المتحف عمرها 700 الف سنة، فؤوس وبلط وادوم وحاجات عمرها 700 الف سنة، ادوات كان بيستخدمها المصري القديم من 700 الف عام، وفيها اثار من اكتر من كده ومفاجآت هتشوفوها في المتحف، حاجات عظيمة، حضارة. هات لي متحف في العالم في الكم ده. فانت لك حق ان انت تفخر ببلدك وتفخر بحضارتك وبتاريخك، واللي يولع يولع، واللي يتفلق يتفلق، واللي يزعل يضرب دماغه في اكبر حيطة قدامه، ينزل يشرب من البحر. احنا عمرنا ما بنقلل من حد وعمرنا ما بنغلط في حد، بس ليه انا لما بفخر ببلدي وبتاريخي الاقي اللي يشتمني؟ انا يا عم ما كلمتكش، انا ما جيتش ناحيتك. يعني ده شيء بيحزن، يعني لما الواحد يتكلم عن تاريخه وعن عظمة بلده وعن حضارته، ليه حد تاني يزعل؟ انا ذنبي ايه؟ فيا جماعة ده حدث عظيم، وبجد يعني يا ريت كل المصريين يتابعوا الحدث، واللي يقدر يروح ياخد اولاده. انا بقول اللي يقدر، عشان بس ما يجيش حد يقول لك يا عم ده انا غلبان هجيب حق التذاكر منين انا بتكلم اللي يقدر ياخد اولاده ويروح يفرجهم على المتحف ويعرفهم بحضارة بلدهم وتاريخ بلدهم وعظمة بلدهم، يروح. وفي تذاكر مخفضة للطلبة والأطفال. من واجبنا ان احنا نروح، حاجة شيء جميل. والاطفال والجيل الجديد ده احنا عايزين ان هم يتعلموا تاريخ بلدهم وحضارة بلدهم. فألف ألف مبروك لينا كلنا، مبروك يا مصريين على الحدث العظيم ده اللي مستنيينه بقالنا 17 أو 18 سنة. السلام عليكم وتحيا مصر.